ليه مش قادر تذاكر بس قادر تلعب 5 ساعات متواصلة؟ استنى، انت قاعد دلوقتي صح؟ طب سؤال، لو قلتلك اقعد العب بلاي ستيشن او سكرول في تيك توك لمدة ساعتين، هتعملها ولا لأ؟ أكيد وبكل سهولة. طب لو قلتلك اقعد ذاكر نص ساعة بس، صعبة. ولو قلتلك اشتغل على مشروعك الجانبي ساعة واحدة، مش عارف، مش حاسس بطاقة. الموضوع غريب مش كده؟ انت عارف ان المذاكرة والشغل والرياضة هيفيدوك اكتر على المدى البعيد، لكن برضو بتختار الكنبة والموبايل. طب ليه في ناس تانية مش بتتعب من الشغل الصعب، بل بالعكس بيحبوه كمان؟ الإجابة كلها في حاجة صغيرة في دماغك اسمها الدوبامين، واللي للأسف احنا بنغرق دماغنا بيه كل يوم من غير ما نحس. تعال نفهم الكارثة. الدوبامين البنزين بتاع الدماغ، مش السعادة. كتير مننا فاهم ان الدوبامين ده هرمون السعادة. غلط. الدوبامين مش بيخليك سعيد، ده بيخليك عايز حاجة. هو اللي بيحركك تقوم من مكانك وتعمل اي حاجة اصلا. لو مش مصدقني، تعال نتفرج على تجربة علمية قاسية شوية عملوها على فئران. تجربة الفئران لما الدوبامين يتحول لإدمان. العلماء زرعوا أقطاب كهربائية في دماغ فار. كل ما الفار يدوس على دراع، الأقطاب دي تحفز مركز المكافأة في دماغه، يعني تطلع دوبامين صاروخ. النتيجة، الفار فضل يدوس على الدراع ساعات وساعات وساعات، رفض ياكل، رفض ينام، فضل يدوس لحد ما وقع من الإرهاق. طب لو عكسنا التجربة، العلماء منعوا الدوبامين تماماً من دماغ الفار. النتيجة التانية، الفار بقى كسلان لدرجة إن حتى يقوم يشرب مية بقى مش يستاهل المجهود، مش عايز ياكل، مش عايز يتجوز، مش عايز أي حاجة في الحياة. لكن لو حطوا الأكل في بقه هياكله ويستمتع بيه، بس مش عنده الطاقة إنه يقوم يجيبه بنفسه. الخلاصة، مش الجوع أو العطش اللي بيحركنا، لأ، الدوبامين هو المحرك. من غيره مفيش حافز تعمل أي حاجة. دماغك بيحدد أولوياتك على أساس إيه؟ كام دوبامين متوقع يطلع من النشاط ده؟ نشاط بيطلع دوبامين قليل مش هيكون عندك حافز تعمله. نشاط بيطلع دوبامين كتير هتفضل تكرره لحد ما تموت، حرفياً زي الفار. طب إيه الأنشطة اللي بتطلع دوبامين عالي؟ الخطيرة. أي نشاط فيه توقع مكافأة بيطلع دوبامين، حتى لو المكافأة وهمية. مثال، قبل ما تاكل أكل جانك، دماغك بيطلع دوبامين لأنه متوقع إنك هتحس أحسن، حتى لو الأكل ده هيخليك تحس أسوأ بعد كده. المخدرات زي الكوكايين والهيروين دي بتطلع دوبامين خرافي، ولذلك الإدمان بيحصل بسرعة. لكن إحنا في 2025 مش محتاجين مخدرات عشان ندمر دماغنا، عندنا حاجات أسهل. السوشيال ميديا، انستجرام، تيك توك، تويتر، كل سكرولة إيكوال مكافأة محتملة. الألعاب الفيديو، كل مرحلة إيكوال مكافأة. الإباحية على الإنترنت، مكافأة فورية. ماكينات القمار، مكافأة عشوائية، الأخطر نوع. المشكلة الكبرى، دماغك مش بيهتم لو النشاط ده بيدمرك، هو عايز الدوبامين بس. الهوميوستاسيس، لما جسمك يتأقلم مع الكارثة. جسمك عنده نظام اسمه التوازن الداخلي، هوميوستاسيس، يعني لو حصل أي خلل جسمك بيحاول يصلحه. أمثلة، برد، جسمك يرعش عشان يدفيك. حر، جسمك يعرق عشان يبردك. الهدف، حرارة جسمك تفضل 37 درجة مهما حصل. لكن في مشكلة، الهوميوستاسيس بيشتغل كمان مع الإدمان. مثال، واحد ما بيشربش كحول، كاسين يسكروه. واحد بيشرب كل يوم، محتاج 10 كاسات عشان يسكر، لأن جسمه اتعود. توليرنس. الدوبامين توليرنس الكارثة الحقيقية. نفس الموضوع بيحصل مع الدوبامين. لما تغرق دماغك بدوبامين عالي كل يوم، ألعاب، موبايل، سوشيال ميديا، دماغك بيقول ماشي، ده المستوى الطبيعي الجديد، ويبدأ يقلل عدد الدوبامين ريسبتورز، المستقبلات. النتيجة، الأنشطة اللي بتطلع دوبامين قليل زي المذاكرة والشغل والقراءة بتبقى مملة قوي. انت مش كسلان ولا عندك مشكلة نفسية، لا، دماغك متعود على جرعة دوبامين أعلى. عشان كده المدمنين لما بيبطلوا مخدرات مش قادرين يستمتعوا بالحياة العادية. مدمنين الألعاب والسوشيال ميديا مش قادرين يقروا كتاب أو يشتغلوا، بقوا زي الفئران اللي ما عندهاش حافز تعمل أي حاجة. الحل، الدوبامين ديتوكس. ديتوكس الدوبامين. طب إيه الحل؟ لازم تعمل ديتوكس لدماغك، تريح مستقبلات الدوبامين وتخليها ترجع لطبيعتها.
النسخة المتطرفة يوم كامل هتختار يوم واحد في الأسبوع وتعمل الآتي: ممنوع موبايل، كمبيوتر، إنترنت، موسيقى، جانك فود، إباحية، أي حاجة ممتعة. مسموح تمشي، تتأمل، تفكر في حياتك وأهدافك، تكتب أفكارك على ورق مش موبايل. ليه الطريقة دي بتنجح؟ تخيل إنك كنت بتاكل في أفخم مطعم كل يوم، لو حد جاب لك صحن رز عادي هترفضه، لكن لو فجأة لقيت نفسك تايه في جزيرة وجعان، صحن الرز ده هيبقى وليمة. الديتوكس بيخليك جعان من كل المتعة، فالحاجات المملة بتبقى مشوقة تاني. ببساطة لما تزهق قوي، الزهق بيبقى ممتع. النسخة الخفيفة، لو خايف تموت من الملل، اختار نشاط واحد عالي الدوبامين وامتنع عنه تماما يوم واحد في الأسبوع، مثلا الموبايل، الألعاب، التلفزيون، الجانك فود، الإباحية. كل أسبوع يوم كامل بلاش الحاجة دي، باقي الأنشطة التانية مسموحة، لكن دي ممنوعة. هتحس بملل طبعا، وده بالظبط المطلوب. الملل هيدفعك تعمل حاجات تانية كنت مأجلها. الاستراتيجية الذهبية: استخدم الدوبامين كمكافأة. يعني إيه؟ اشتغل الأول مذاكرة، رياضة، شغل، بعدين كافئ نفسك بدوبامين عالي. أنا شخصياً بستخدم النظام ده. كل ساعة شغل صعب يساوي 15 دقيقة مكافأة في آخر اليوم، يعني لو اشتغلت 8 ساعات أكافئ نفسي بساعتين بالليل. ملحوظة مهمة: المكافأة لازم تكون بعد الشغل مش قبله. لو في إدمان مدمر زي المخدرات أو الكحول، ما تستخدموش كمكافأة، دور على مكافأة تانية. الخلاصة العلمية: إحنا كلنا مدمنين دوبامين بدرجة ما، والدوبامين مش عدو، لا ده صديقنا، هو اللي بيحفزنا نحقق أهدافنا. لكن المصدر هو المشكلة. هتجيب الدوبامين من ألعاب وسوشيال ميديا ما بتفيدكش، ولا هتجيبه من الشغل والإنجاز اللي بيبني مستقبلك؟ أنت اللي تختار. الخلاصة: يلا نلخص الدراما. أولاً، الدوبامين يساوي المحرك اللي بيخليك تعمل أي حاجة، مش السعادة. ثانياً، الأنشطة العالية زي الألعاب والسوشيال ميديا بتغرق دماغك بدوبامين. ثالثاً، جسمك بيتعود tolerance، فالأنشطة المفيدة بتبقى مملة. رابعاً، الحل هو الدوبامين ديتوكس، يوم بلا متعة أو يوم بلا نشاط واحد عالي. خامساً، الاستراتيجية الذهبية: استخدم الدوبامين كمكافأة. سادساً، اختار مصدر الدوبامين بتاعك، تفاهة ولا إنجاز. الزبدة في جملة: عايز تعمل الحاجات الصعبة بسهولة، قلل الدوبامين الرخيص ودماغك هترجع تستمتع بالحياة الطبيعية تاني. طب دلوقتي سؤال صريح: ايه اكتر حاجة انت حاسس انك مدمنها وبتضيع وقتك فيها؟ الموبايل، الألعاب، السوشيال ميديا، ولا حاجة تانية خالص؟ وهل جربت قبل كده تبعد عنها يوم واحد بس؟ حصل ايه؟ اكتب في الكومنتات وخلينا نشوف مين الشجاع اللي هيعمل دوبامين ديتوكس الأسبوع الجاي. ولو الفيديو فادك ما تنساش اللايك عشان الألجوريثم يطلع دوبامين ويوزع الفيديو على ناس أكتر. الزبدة: انت مش كسلان، دماغك بس متعود على جرعة دوبامين غلط. صح في المصدر وحياتك هتتغير.